اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيمو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد. انت داخله علينا بقى برمضان كريم. وشكلك كده هتشتغلي بقى شغلانة مرات الحاج كريم. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة. بس ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي بيشوفنا اول مرة ياريت بقى ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل عظمة النهاردة، والله اقسم بالله هنعمل عظمة النهاردة. حماتي قالت لي عاوزاه اكل مبروم، ولازم تكوني تبرميه بايديكي، اوعي تعملي في الكبة. بس برضو استخدمت الكبة. بصراحة يعني الناس اللي بتوع زمان بيحبوا الأكلات اللي هم اتربوا عليهم، واحنا كمان بنحب الأكلات دي، والأكلات دي رجعت تاني انتشرت والكل بقى عارفها، والكل كمان بقى بيحبها. والأكلات دي على فكرة يعني مش في مصر بس، يعني في تقريبا في المغرب برضو عندهم المبروم ده يعني بيعملوه بكذا كذا وصفة، له كذا طريقة وكذا وصفة يعملوا فيها المبروم ويدخلوا فيها المبروم، بس بيقولوا عليها الكسكسي. وفي هنا في مصر برضو بيقولوا عليها الكسكسي، مش كل الناس بتقول عليه مبروم. ما علينا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. دي حلة المبروم بقى، حطيناها على النار. وحطيت فيها شوية مية كده، وقلت بقى اسقط فيها البطاية بالمرة بدل ما اعمل حلة تانية. يبقى كل فطاري النهاردة عملته في حلة واحدة، حلة واحدة بس عملت فيها كل الفطار بتاعي. المهم بقى عندي بطاية بقى سقطتها، حطيت شوية عصير طماطم. وحطيت الحبهان واربع حبايات من الكباب الصيني، وشوية فلفل اسود، وبس كده. المهم بقى رجعنا بقى نبرم كده المبروم بتاعنا، مش نفرمه، هنبرمه. المهم بقى بميه كده، جبت كده كبشه عشان ما وسخش بقى الشفشق كده وبهدل الدنيا بالدقيق. بقيت اطلع منها من الشفشق كده ورشرش كده على الدقيق وابرم. ما تحطوش الميه على الدقيق مره واحده عشان ما يعجنش معاكم. انت يا دوبك، بس في ناس بتعملها ببخاخه. بس انا طبعا ماليش بقى، يعني انا هقعد بقى كل شويه اسيب الدقيق واقعد اعمل بالبخاخه، لا ما ينفعش. فانا جبت بقى الكبشه دي، فبقيت ارشرش كده وافرك بايديا. فضلت افرك كده لما ضيعت الدقيق خالص، وبقى كده مخرز معايا تخريز كده. الدقيق بتاعي بقى مخرز كده، بقى لونه اصفر. انما طول ما هو لونه ابيض اوعي بقى، اوعي تحطيه او تسويه على البخار، لا لازم يكون لونه مصفر كده شويه. غير لون الدقيق، لون الدقيق راح منه. فبعدين بعد ما خلصت بقى وخلصت وخلاص بقى كده تمام معايا، وضيعت الدقيق فيه خالص. جبت الكبة بتاعتي واديته ضربة. بصوا بقى انا استخدمت هنا الكبة ليه؟ لان المفروض ان انا بعد ما اعمله كده ابرمه كده بايديا كده ويخرز معايا، اجيب بقى الغربال. دي بقى العادات اللي هي القديمه، اجيب بقى الغربال كده واعمله في الغربال كده، بحيث ان لو فيه قطع متكتله فيه افككها كده في الغربال، وتنزل كده من الغربال مخرزه، وما تبقاش كده متكتله كده، ما يبقى نازل كده مخرز كده ومفرفر كده من الغربال. فانا استخدمت هنا الكبه بقى لان انا ما عنديش غربال. فحطيت بقى في الكبه كده، اديته ضربه كده. لو في حتت بقى متكتله فيه افككها كده بالكبه، ويبقى كله نازل كده مفرفر زي ما انتم شايفين كده ومخرز معايا. وبصوا تحفه، اقسم بالله شوات مبروم زي العسل. نغطي بقى كده بالقماشه بتاعتنا، ولازم تكون قماشه نضيفه. شوفوا البخار بيطلع من الجنب ازاي، شفتوا بقى انا قروبه ازاي. جبت حته عجينه وعجنتها شويه دي كده وعجنتهم، وسديت بيهم البخار عشان البخار كله يطلع على المبروم. هغطيه كده دقيقتين، وبعدين بقى اشيل الغطا بقى واسيبه كده مكشوف، ما تغطوهوش كتير. هي دقيقتين بس في الاول بس، وبعدين دي بتشيل الغطا خالص، ما بتستخدموهوش. لو سبت الغطا المبروم بتاعك هيعجن منك. تمام كده تمام. انا قلت لكم كل الخطوات اهوت عشان ما حدش المبروم بتاعه يعجن منه ويرجع يقول بقى الوصفة مش ناجحة، الوصفة وحشة. المهم بقى جبت القارب الصغير، اصغر قارب عندي. وجبت 4 بطاطسات وبصلايه، وهعمل صينيه بطاطس. قلت بقى اعمل صينيه بطاطس، لازم برضو عن اي خضار جنب الاكل. المهم بقى جبت ال4 بطاطسات، قشرتهم وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده. وجبت بصلايه هقطعها برضو قطع صغيره زي ما انت شايفه كده، بس هعملها ني في ني. مش هشوح البصلايه، مش هقللها ولا اي حاجه. انا بحب اعمل صينيه البطاطس بالشكل ده، ني في ني، بتبقى طعمها حلو قوي. لو قرن فلفل اخضر كمان وحطيتيه بيبقى طعمه تحفه.
هحط بقى شوية من الفلفل ونطرة صغيرة من الكمون، واحط معلقة صغيرة برضو من السبع بهارات وشوية زيت وبس كده، والملح بتاع البطاطس. نقلب كله في بعضه كده، وبعدين هرفعهم على النار يتشوحوا اهوت. نشوحهم كده بس التشويحة بس، ريحة البصل كده مع البطاطس كده ومع التوابل كده ياخدوا ويدوا كده مع بعضهم. وبعدين بقى ايه، اكون عصرت لها الطماطم واحط لها الطماطم. حطيت كمان ورقتين ورق لوري بيخلي طعم الخضار تحفة، بطاطس بقى او خضار اي حاجة. المهم بقى ايه، حطيت بقى الطماطم، هغطيها بقى واسيبها بقى ايه تعيش مع نفسها اهوت. خلاص كده تمام، نغطيها كده لان ما عنديش غطا طبعا حله بالطول ده. فحطيت لها صينيه سيليستين، بحيث بقى ان هي ايه، اغطيها وتاخد وتدي كده مع نفسها. عندي المبروك بتاعي بعد ما قعد نص ساعة على النار واتبخر معايا كويس، نزلته اهوت زي ما انتوا شايفين. تحسوا بقى ان نازل كله كتلة واحدة، هو بيبقى كده على فكرة. وبعدين بتتفكك معايا ازاي بكل سهولة، بس سخن طبعا مش عارفة اتدخل بايدي. لو دخلت بايدي شوفوا ملهلب مولع نار. المهم ايه، هنفككه كده بالراحة كده بالكبشة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى على ما يبرد شوية وابتدي ان انا ايه اتدخل بايدي وفرفره كده اهوت. خلاص كان يعني خلاص كان بدأ ان هو خلاص البخار يطلع منه ويهدى كده شوية. فابتديت ان انا ايه اتدخل بقى بايدي كده في الوقت ده. تمام كده يا حلوين، حطيتوا اللايك ولا لسه؟ حطوا اللايك يلا. المهم بقى ايه، خلاص كده تمام. افكك بقى المبروك بقى كده بتاعي، المفروض ان هو ايه يرجع تاني على الغربال. يعني ايه ننزله كده ونفرفره كده على الغربال. فانا عاملاه في الكبه يعني هو مفرفر طبيعي يعني. فانا همسكه كده بالراحه كده بايدي كده بكفوف ايدي كده وافركه، هتلاقوه كله متفكك من بعضه زي الفل. شوفوا ازاي مفرفر ازاي وجميل ازاي، ما فيهوش اي تكتلات خالص قدامكم اهوت. اجيب بقى اللبن اشربه كده باللبن كده، وما تخافيش مش هيعجن، هو هيشرب اللبن على فكرة. بصي هتحسي في الاول كده انه كله اتبل كده باللبن، ويعني بقى غرقان في اللبن كده، بقى صايص في اللبن. لا شوية كده فرفريه كده في اللبن كده وفركيه كده في اللبن، هتلاقيه شرب كمية اللبن اللي انت بتحطها له. هو خد معايا كيلو لبن، كان ممكن ياخد مني كمان ربع كيلو لبن او نص كيلو كمان، بس انا استكفيت بقى بالكيلو اللبن. كفاية كده حلو قوي. وممكن تشربيه بالشوربة، بس انا شربته باللبن عشان لو حد حابب ياكله يعني كسكسي بالسكر، بيبقى تحفة على فكرة، بتبقى تحفة تحفة تحفة. المهم كده شربته كده باللبن كله كده في بعضه كده. شوفوا ما شاء الله حجمه زاد معايا وبقى تحفة. لما بتحطوا له اللبن بتلاقيه نفش معاكي وحجمه زاد. هنرجعه كمان دلوقتي اهوت في حلة البخار، فهتحسي ان حجمه زاد عن الاول. نحطه كده في الحلة كده ونفرفره كده، واحنا بنحطه كده شوية مبروم من الاخر اقسم بالله. يا سلام يا سلام عليكي يا بنتي يا شيمو، والله العظيم انتي بتعملي عظمة. بس مين اللي اكتشفك بس؟ المهم بقى ايه، نزلنا بقى كمية المبروم زي ما انتوا شفتوا كده. وعلى فكرة ممكن تعملي المبروم ده مشروع في البيت، وممكن تطلعوا منه اوردرات وهتكسبي منه على فكرة. خلاص خلصنا، والشوربة شفت الشوربة شكلها حلو ازاي. وخلاص بنحمر بقى البطاية عشان المغرب هيأذن. وخلاص ابتدينا بقى ان احنا نوضب الفطار بتاعنا. خلاص بقى نزلت بقى المبروم بتاعي بعد ما رديته على البخار تاني. خلاص هو بقى كده في اخر خطوة. انا كده بفرفره بقى من بعض، وشوفوا بيفرفر بكل سهولة، بفرفر على الاخر اهوت. هجيب بقى الحلة اللي انا هاخد فيها الكمية اللي احنا ممكن نستخدمها على الفطار، او تفضل منها طبعا. المهم ايه، والكمية اللي باقية دي مش هستخدمها، فهحطها في اكياس واحطها في الفريزر. تمام. هاجي هنا بقى ايه، هحط بقى شوية فلفل كده وشوية ملح والسمنة البلدي. بس هو بياخد ابن لذينة بياكل سمنة بلدي ما اقولكوش. بس عامة كل ما تحطي له سمنة بلدي كده وتكتري له السمنة بتاعته تاكلي احلى مبروم. وفي ناس بتعمله بتخديعة، بس انا ما بحبش ابو تخديعة ده بصراحة، انا بحب اللي هو بالسمنة البلدي. المهم بقى نقلب كده كله في بعضه كده واغطيه كده لميعاد بقى تقديمه على الاكل. عملنا بقى العصير وعملنا السلطة بتاعتنا وخلاص كده المغرب خلاص هيأذن. فابتديت بقى ايه ان انا احضر الاطباق بتاعتي كده واغرف الاكل بتاعي زي ما انتوا شايفين. هما بقى بيحولوا ويحطوا على الطبلية هناك في الأوضة عشان نسمع رامز جلال.
البطاطس بتاعتي طلعت من الفرن، ما اقولكوش عسل، شويه بطاطس والله اقسم بالله عسل. المهم بقى ده كان فطارنا النهارده بط، وكان عندي كمان فراخ مشويه من امبارح حطيتها برضو على الاكل، مش برمي حاجه على فكره خالص. وده كان الفيديو النهارده، ما تنسوش بقى تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناه.